السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى نلقاكم في هذا الفيديو احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اذا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو ديالي ما تنساوناش بالاشتراكات ديالكم. فمرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم كيكه اقتصاديه سهله كتجي فتيه وبنينه، والاهم انها اقتصاديه. بقاو معنا حتى اخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله. هنايا غادي نحتاج عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو مور او كاوبيل. هنايا عندنا 8 ديال المعالق ديال الحليب، كاس معامرش ديال السكر سنيده، كاس معامرش ديال الزيت، عندي نص كاس ديال الماء سخون، فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وكاس ديال الدقيق والخميره، وبيضه. اهم انها بيضه واحده باش تعرفوا انها الكيكه اقتصاديه. والخميره البنات عندي هنايا 15 غرام، يعني 2 ساشيات ديال الخميره ديال المغرب، وعندي هنا ساشي ديال الفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. هنايا غادي ناخذ كاس ديال لينكس، غادي نوضع فيه البيضه اللي عندي هنايا، بيضه واحده، وغادي نضيف له هنايا كما كتشوفوا الزيت اللي هو كاس معامرش ديال الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت، وكاس معامرش ديال السكر سنيده، و8 ديال المعالق ديال الحليب. المكونات راهم باينين واضحين في الصوره. وهنايا غادي نضيف كذلك داك كاكاو المر او كاوبيل، المهم انا درت كاوبيل هنايا 2 معالق كبار كما كتشوفوا. وغادي نضيف الفاني، ساشي ديال الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين هنايا في الخلاط الكهربائي ما عدا من غير الدقيق وديك قهوه سريعه الذوبان والخميره. من بعد ما خلطت ديك المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي كنوضعهم في شي اناء عندي هنايا بحال هكا، وغادي نضيفوا له كاس ديال الدقيق، المهم كاس، ولكن تقدروا تزيدوا معلقه او 2 معالق الا عندكم داك الدقيق اللي ما كيشربش. ولا هنايا ضفت الخميره، وغادي نضيف هذيك القهوه سريعه الذوبان اللي مذوبه في نص كاس ديال الماء مغلي. كنخلط هاد المكونات كاملين بالخلاط اليدوي حتى تتجانس مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا في الصوره. كنستمروا في الخلاط حتى نحصلوا على الخليط اللي بغينا. كما كتشوفوا هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه. المهم هنا راني زدت 2 معالق ديال الدقيق، كاس درته في الاول وزدت 2 معالق ديال الدقيق. داكشي علاش اللي خاصكم اي وصفه تفرجوا فيها واخا ماشي في القناه ديالي ضروري تكملوا الفيديو، حيت بعض المرات كينساو ما يحطوش شي مكون ولا كيزيدوا في التالي شي مكون. فمن الاحسن تكملوا الفيديو باش تنجح لكم الوصفه. هنايا انا استعملت هذا المول ديال السيليكون، ضروري ديروه في الاول في الصنيو وكنكبوا فيه داك الخليط، كتدخلوها للفران. من بعد ما تطيب كنحصلوا عليها كما كتشوفوا بحال هكا، كتجي هشيشه وخفيفه. وهنايا راني قلبتها في الاناء، يعني الوجه التحتاني اللي غادي نديروا فيها الكريمه. هنايا غادي نوجدوا الكريمه ديالنا. عندي معلقه ديال كاكاو المر، عندي هنايا هذه معلقه ديال كريم باتيسير كما كتشوفوا ديال الشكلاط، كريم باتيسير ديال الشكلاط، مع 250 مليلتر ديال الحليب، تقريبا كاس ديال اتاي بحال هكا 250. المهم انا درت هاد الكريمه على حسب الكيكه اللي عندي صغيره، الا كانت عندكم الكيكه كبيره ضروري غادي تضاعفوا المقادير. وعندي هاد الفلان درت نص ديالو، يعني كتمشي ساشي في نص يترو، معنا درت غير ربع، درت غير نص. وفي الاخير كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وقطع ديال الشكلاط. درت معلقه كذلك ديال السكر سنيده. كنحركوا هاد المكونات بحال هكا، ومن بعد كنوضعوهم على نار هادئه مع التحريك المستمر
حتى يولي الخليط يعقد. من نشوفو ان الخليط يعقد كنضيفو له ديك معلقه ديال الزبده وقطعه ديال الشوكولات وكنطفيو العافيه وكنخلطو مزيان، ومباشره كنكبوه على الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي بحال هذا الشكل هكا. كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد. هنايا عندي انا هاد الكراميل ديال لي كريب درت عليها خطوط بحال هكا، وعندي هاد السيجارات بحال هكا حتى هما غادي نفتتهم. التزيين كيبقى لكم الاختيار تزينوا باللي كاين الشكلاط البيض، المكسرات، تخليوها هكا ديروا عليها غير الشكلاط اللي كان عندكم، الكوك، المهم اللي متوفر عندكم. انا عندي داك السيجار ديال البسكوي فتتو هكا غير باليد، ودهنت الجوانب بالكراميل ودرتو عليها كي جات بحال هكا كما كتشوفوا. وغادي ندير هاد زوج مرصوات ديال داك البسكويت ديال السيجار في الوسط على شكل بحال زائد، وصافي كنكونوا حصلنا على الكيكه ديالنا اقتصاديه سهله وبسيطه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الاهم انها اقتصاديه، بيضه وحده كتزيد كالسكر ما عامرينش. وانتم حضرتوا الكيكه. هنايا غادي نقطع لكم واحد المرصود تشوفوا كي دايره لداخل، كتجي هشيشه رطبه كتفتت غير راسها، ما كتجيش قاصحه ولا مدقزه لداخل. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم. الا ما كنتوش مشتركين في القناه فمرحبا بكم الف مرحبا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل، ومع السلامه.